أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله عدد أحرفها 19 حرفا، كل حرف يرد عن قائلها بابا من أبواب جهنم. القائل فيها الحق جل وعلا عليها 19. بسم الله العلي الكبير، بسم الله اللطيف الخبير، بسم الله العلي الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. من قالها تصعد فتدوي تحت عرش الرحمن كدوي النحل في الخلية، فتناديها حملة العرش اهدئي يا لا إله إلا الله، فتقول كيف أهدأ وأستقر وربي لم يغفر لقائلي، فينادي المنادي من قبل الحق جل وعلا أبلغوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو أنني لم أغفر لقائلها ما أجريتها على لسانه. وأصلي وأسلم وأبارك على صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب، اسمه على باب الجنة مكتوب، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب. أول من تنشق عنه الأرض حيث النجاح أو الرسوب، ماء حوضه مورود، خاتم النبوة على كتفيه مضروب، به تتعلق الآمال، وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. القائل صلى الله عليه وسلم إن القلوب لن تصدأ كما يصدأ الحديد، فقيل وهل لها من جلاء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم. أيها السادة الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، ابتدأت بالسلام ووسطت بالرحمة وزينت بالبركة في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها الوالد والمربي الفاضل رحمة الله عليه محمد علي الشلبي. اسأل ربي أن يطيب ثراه وأن يجعل القرآن هدية له في قبره. تقدم بوافر من الشكر والتقدير نيابته أستاذ مصطفى شلبي، أستاذ أحمد شلبي، وباسم سيادة النائب
درويش مرعي وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا يتقدمون بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم. يحضرنا في هذه الليلة القرآنية المباركة قارئين جليلين، يحضرنا نبت بيت القرآن والمتربى على مائدة القرآن من والد وإخوة، فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان عبد العزيز قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. ما أيضا حضرنا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى عادل نوار قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، والأخ الحبيب صاحب الخلق النبيل فضيلة الشيخ جودة حامد جد الله. هيا بنا نستفتح بالذي هو خير القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ مصطفى عادل نوار قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا
عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاكرين عيدا
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تقبل يا رب. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير الرازقين. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر
بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام براحتك كده عشان جاي من اخر الدنيا اسمعك. صلي على الحبيب. نعم نعم يا مولانا. إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، واجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى عادل نوار، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها الوالد والمربي الفاضل رحمة الله عليه محمد علي شلبي. أسأل ربي له الرحمة والمغفرة وأن يجعل القرآن هدية له في قبره. تقدم بوافر من الشكر والتقدير نيابة أستاذ مصطفى شلبي والأستاذ أحمد شلبي، وباسم سيادة النائب درويش مرعي وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا، يتقدمون بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم وكل من شرفنا لأداء واجب العزاء. شكرنا أيضا لصاحب مخازن الفراشة الحديثة طارق الحاج عادل العمدة وأبنائه الكرام، الإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية، كبرى محطات الديزل، مؤسسة أولاد الحاج محمد أبو المجد بقليوب البلد، الخدمة الفندقية المتر أيمن العقدة ب100 غمر قهلية، قناة المهندس محمد البري للحفلات الدينية. أيها السادة الحضور الكرام، شكر الله سعيكم جميعا.